السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله فيديو النهاردة هعرفكم طريقة تخزين الكوسة او تفريز الكوسة يعني بأسهل الطرق ان شاء الله. اول خطوة اما اجي اشتري الكوسة بشتريها يعني لو انا هشتريها بقى للخضار ان انا هطبخها، بشتريها صغيرة كده وجميلة ولونها اخضر جميل كده، وشكلها بيبقى صابح، ما بتبقاش يعني شكلها وهي صابحة غير شكلها وهي بايتة. فما بجيب بقى الكوسة صابحة وجميلة كده، الأول حاجة بعملها إن أنا بغسلها. يعني أنا دلوقتي غسلتها في مية جارية، وبعدين بحطها آخر الغسلة اللي قبل الأخيرة بقوم غسلها بشوية خل كده عشان طبعا إيدين برضو الناس وكده. وبعدين بعد كده بشطفها بمية نظيفة بقى. وبعد كده ان شاء الله هبتدي دلوقتي في تقطيع الكوسه، تقطيع كده يعني ما تقطعهاش رقيقه قوي لان الكوسه كلها بتبقى يعني هي عباره عن ميه يعني. فانا ما بحبش ان انا اقطعها يعني رقيقه علشان ما تتهريش مني. ودلوقتي هنبدا وهنقطع الكوسه مع بعض ان شاء الله. دلوقتي بقى هناخد الكوسه ونبدا نقطعها معاكم كده. طبعا هنقطع الجزء اللي تحت ده والجزء اللي فوق. انا ما بحبش على فكره اشيل القشر اللي بره ده، لان القشر ده تحتيه طبقه الفيتامينات على طول، فممكن اخد قشره تقيله شويه فيبقى ضيعت فايده الكوسه. فانا بحب بصراحه ان انا اسيبها كده بقشره. في ناس بتجيب المقوار وايه وتقشرها كده من بره بحيث ان هي تديها بقى شكل كويس، بس انا بصراحه ما بحبش اعمل كده. فهنقطعها مع بعض ايه وهي بحالها كده. فهنقطعها بقى ايه قطع عريضة شوية، ما تقطعيش رقيق لان الكوسة سهل ان هي بتتهري بسرعة. فبصراحة بلاش ان احنا نقطعها تخينة يعني رقيقة قوي كده. يعني هي كده سمكها حلو قوي ويا دوبك يعني. بس هنكمل بقى تقطيع الكوسة ونرجع لكم ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي احنا قطعنا الكوسة خلاص وقطعناها حتت يعني ايه كويسة معقولة يعني، لا هي رقيقة ولا هي تخينة. فالمهم بعد كده الكوسة بقى يا حبايبي هي لها كذا طريقة للتخزين. منها اول حاجة ان انا بغلي المية على النار وبحط فيها معلقة نص معلقة سكر ونص معلقة ملح، ولما المية بتغلي بقوم ساقطة فيها الكوسة دقيقة واحدة. طبعا اول ما بحط الكوسه الميه بتبطل غليان لان هي بتبرد، وبتقوم بسيبها بقى لغايه اما الميه تغلى مع الكوسه، وبقوم ايه مديها يا دوبك غلوه واحده ومصفياها واحطها في ميه بتلج ومصفيها بعد كده من الميه بالتلج وببردها واحطها في اكياس. بحس ان الكوسه بالطريقه دي بتتهري، وعلشان كمان ايه يعني احنا سويناها وهو جزء من التسويه، ولما اجي اطلعها من الفريزر بقى بسويها تاني في الدمعه بتاعتها وكده بحس ان هي بتتهري معايا، فما ما بتبقاش طريقه 100% صح يعني. في طريقه تانية ممكن تعمليها على البخار. بس برضو انا افضل طريقه بحبها ومجرباها بقى فعلا الطريقه اللي انا ايه يعني بغسلها وبقطعها زي ما انا عملتها قدامكم كده، وبقوم حطها على طول مباشره في الاكياس. بس بعد بقى ما باجي يا جماعه اطلعها للطبيخ بقى، ما تسيبهاش بره تفك. اول ما تطلعيها من الفريزر تكوني محضره الطماطم بتاعتها، والطماطم كمان واخده غلوتين ثلاثه، وتقومي ساقطه فيها الكوسه على طول. ما تسيبيش الكوسه تفك بره، لان لو فكت هتبقى مش حلوه. هتحطيها على طول في الدمعه بتاعتها. واخدين بالكم يا جماعه؟ فدلوقتي بقى نحطها في الاكياس اهي بايديا كده على طول. انا طبعا بكون غاسله ايديا ومعقماها كويس، وبحطها على طول في الاكياس بتاعتها، وبفضي الهواء من الكيس. يعني بحط بقى مقدار ما انت ايه بتعملي مثلا في الطبخ، يعني الحبه دول مثلا انا هعملهم على كيستين كفايه قوي يعني. بس وكده وافضي الهواء قوي من الكيس، وبقوم عامله كده. ممكن تربطيه وممكن تحطيه بالشكل ده. كل ما يبقى كده مفرود وجميل كده والهواء طالع منه
بيبقى الاكياس ما بتاخدش كمان مكان في الفريزر، وبتبقى كده مفروده وجميله، وسهل ان انت تطلعيها وتحطيها على طول على البتاع. دلوقتي بقى انا هعبي الكيس التاني وارجع لكم. دي بقى يا جماعة طريقة تخزين الكوسة بأسهل طريقة، ويا رب تجربوها إن شاء الله هتعجبكم. وما تنسونيش بقى بلايك وشير واشتراك في القناة، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.